سنة 2002 بينضم صاحب ال20 عام إلى النادي الأهلي عشان يكتب تاريخ محترم، سيباستياو جيلبرتو. 12 رمضان. اعمل فولو بقى لو مش عامل، ولايك وشير، ويلا بينا نخش على التفاصيل. في البداية حابب أقول إن مسيرة جيلبرتو مع الأهلي أندر ريتد جدا ومش واخدة حقها خالص. جيلبرتو برغم إنه أنجولي، بس عمرك ما هتحس كده ولا عمرك هتشوفه بالصورة دي أصلا. أنت مفيش مخيلتك غير شكله وهو بتشيرت النادي في لقطة أيقونية وهو بيجيب الكورة وبيحطها عند زاوية الكورنر لمحمد بركات، وكأنه طفل من الأطفال اللي بتجيب الكور من بره. وحقيقي دي من افضل اللقطات اللي شفتها لجilberto مع النادي الاهلي في حياتي. كمان جilberto كان حريف جدا ولعيب لابعد الحدود، وكان حافظ مركزه صم، وعمرنا ما سمعنا انه اتكلم او عمل مشكله عشان ما بيشاركش مثلا، او عايز يزود عقده عشان مش عاجبه. ولحد اخر يوم ليه في النادي كان مثال يحتذى بيه في الاحترافيه. ولحد دلوقتي الناس بتقول عليه انه ابن النادي. الاستثناء الوحيد لكلمه ابن النادي هو جilberto وعلي معلول. طول مسيرتهم في النادي كلها حب واخلاص للتيشيرت اللي هو